السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ فيديو من اكتر الفيديوهات اللي احنا كلنا بنحبها، وهي الكلام على اي حاجة اصلا فيها ريحة حلوة، وخصوصا بقى لو كانت باث اند بادي وركس، لان هو من اكتر البراندات اللي بتكون اسعارها نوعا ما كويسة شوية، وكمان بيعملوا عروض طول السنة، وكمان في اكواد خصم. عايزة احط لكم كود الخصم بتاعي، مش عارفة، تقريبا هحطه هنا. كود الخصم بتاعي بيديكوا خصم اضافي لو في اي خصومات، طبعا بيكون على الويب سايت بس مش في الستور. فانتوا مثلا لو حابين تشتروا حاجه وعايزين تاكدوا من ريحتها، ممكن تنزلوا تشموها في اي ستور قريب منكم، وبعد كده تشتروها اونلاين عشان تستفيدوا من الخصومات. المهم في الفيديو ده هكلمكم على احدث الحاجات اللي نزلت في باث اند بادي وركس في مصر، طبعا لان احنا عارفين ان في حاجات كتير قوي نزلت مثلا في امريكا وكده، ولكن احنا هنتكلم دلوقتي على الحاجات اللي نزلت جديده في مصر، وبصراحه كلهم او اغلبهم حلوين جدا جدا. فانا متحمسه اصلا انا اكلمكم عنهم، وممكن بقى بعد كده اعمل لكم فيديو مجمع لكل المستات اللي عندي ايا كان حتى اسم البراند ايه، لان انا عندي مستات من براندات مختلفه. المهم خلونا دلوقتي نبدا مع بعض الفيديو، فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جيهات قيشو، ويلا بينا نبدا. اول حاجه حابه ابدا معاكم بيها، ودي هتكتسح الترند الفتره اللي جايه، لان هي قد ايه فخمه وشيك وثابته، وبجد من الحاجات المميزه جدا جدا في باث اند بادي وركس. هم كل فتره كده بيعملوا حاجه بجد مميزه جدا، ودي من ضمن العطور المميزه عندهم، اسمها دريم برايت. ده كده شكلها، بس طبعا انتوا عارفين ان دايما باث اند بادي وركس يعني كل فتره بيغيروا شكل البوتل، ولكن يعني هي بصوا شكلها اصلا شيك ازاي، وتحسوا كده ان هي فيها حاجات بتلمع. دي بقى ريحتها ميكس حلو جدا جدا ما بين الحاجات الفلورال والحاجات الفروتس، وكمان فيها فانيلا واضحه جدا جدا. فهو بجد مست شيك جدا جدا، وكمان في لمحه خشبيه كده مدياله تقل، لكن تقل من غير ما يجيب اي صداع خالص. فحقيقي يعني دي من اكتر الحاجات كمان اللي كل الناس اجمعت ان هي فعلا كويسه. حاسه ان بنسبه 98% الناس هتحبها، لان هي فعلا حاجه ميكس ما بين كل حاجه وحاجه، وكمان شيك وراقيه. ومثلا لو انت رايحه ايفنت او حاجه ممكن تستعمليها، لان هي فعلا راقيه جدا جدا. وتاني مست معايا واللي هو اسمه فيري تيل، وده بقى يا جماعه ريحته انا بوصفه ان هو ريحه الحياه الجميله، وريحه السعاده، وريحه الانتعاش. هي الريحه برضو بتاعته فيها فانيلا، ولكن هنا في نسبه سويتي اعلى شويه من التانية. هو طبعا العطور مختلفه تماما عن بعض، دي فلورال وسويتي وفيها برضو فانيلا، ولكن هي رايحه ناحيه الحاجات الشبابي والفريش اكتر. يعني ده تحسوا كده ان هو كاجوال ينفع الصبح، هو منعش جدا، تحسوا كده ان انتوا فعلا فعلا يومكم اخضر زي ما بيقولوا، زي ما الازازه كده بتبين. هو فعلا حلو قوي قوي، والثبات بتاعه متوسط. هو الثبات بتاعه كويس بصراحه، مش وحش ومش ضايع، ولكن ما اقدرش اقول ان هو اكتر حاجه ثابته. اما بقى بالنسبه لميد نايت امبر جلو، شايفين شكل الباطل عامل ازاي؟ ده كده بيديكوا ايحاء ايه بالظبط اللي موجود جوه، وهي فيها فعلا كراميل وقهوه. تحسوا كده ان الباطل من هنا فعلا كانه ميكس كراميل مع قهوه سايحين ومضروبين في بعض، وفعلا الميكس ده باين وواضح فيها جدا جدا. عارفين كده احساس الكراميل السايح اللي مضروب فيه لاتيه؟ نفس الاحساس ونفس الريحه. وكمان في عنبر، طبعا واضح جدا من اسمه ان هو فيه عنبر، ولكن العنبر هنا، العنبر ساعات بيجي بالوجه الخشبي وساعات بيجي بالوجه الحلو، هنا جاي بالوجه الحلو بتاعه، عشان كده هو مش من الحاجات اللي ممكن تجيب صداع، ولكن طبعا مش هتناسب كل الاذواق، وده شيء وارد جدا جدا. اما بقى ايفوري كاشمير، اظن واضح جدا من شكل الباتل ان في نظافه في الموضوع، نظافه يعني مسك. اي حاجه فيها مسك بتدي فعلا احساس بالنظافه، وبيدي كده نوع من انواع البروده. عايزه اقول لكم ان ده انا بحس ان هي الفيرجن المخفف من ان ذا ستارز. لو تعرفوا ان ذا ستارز او شميتوها قبل كده، انا ما بستحملهاش، هي حلوه ولكن هي تقيله قوي قوي. يعني انا ممكن ارش منها بامب واحده بس، لكن دي ممكن ارش منها 3 عادي، مفيش مشكله خالص، لان هي فعلا اخف كتير من انزا ستارز، ولكن انا بحس ان هي رايحه في نفس الاتجاه بتاعها. مش عارفه ليه لما بشمها بحس ان هي ريحه بنت خليجيه شيك جدا جدا، لابسه عبايه فخمه وحاطه البرفيوم ده، لان هي بيدي احساس بالنظافه والفخامه مع بعض. الاصدارات الجديده من باث اند بادي وركس فيها حاجات كتير قوي ثابته، لان هي في حاجات برضو كتير واخده الطابع الشرقي شويه. فهي بصراحه حلوه جدا جدا، فيها مسك وفيها باودر، فتحسوا كده ان هو مدي احساس نظافه
ورقي وفخامه. اما بقى بيور ويندر للاسف يعني شكل الباطل خطير وتحفه وبيدي كده ايحاء ان هي ريحه خطيره وما حصلتش، ولكن للاسف زي ما قلت لكم على انستجرام، بالمناسبه هسيب لكم لينك انستجرام في اول كومنت مثبت تحت علشان لو عايزين اي عروض سريعه في باث اند بادي وركس هتلاقوني على طول بحطها في الستوريز بتاعت انستجرام، لان الفتره الاخيره كانوا عاملين عروض خطيره يا جماعه لدرجه ان المست كان بيوصل ل 275 جنيه، وده طبعا حصل يعني كام يوم كده بس وانتهى العرض. المهم كنت قلت لكم على انستجرام ان دي بتحسسني بالبنت اللي شكلها جميل جدا جدا ولكن هي من جواها خبيثه جدا جدا. وطبعا مش عايزه حد يزعل، العطور اذواق، واللي بيشتم في برفيوم هو اساسا ما بيفهمش في البرفيوم، ولكن انا بس مجرد ان انا بوصف لكم الريحه بتاعتها. ريحتها غريبه، يعني ريحتها ما تقدروش تقولوا هي هتعجب مين بالظبط. انا نفسي مش عارفه اصنفها، يعني مش عارفه اقول ان هي فروتس، مش عارفه اقول ان هي حاجات فلورال، مش عارفه اقول ان هي حاجات سويتي، يعني انا بجد مش لاقيه لها تصنيف. ريحتها يعني انا مش عارفه اشمها، يعني حاسه ان هي ريحه حاجه غريبه، هي ايه انا مش عارفه. فانا بصراحه ما رشحهاش ابدا ابدا لاي حد. اكيد طبعا في ناس بتحبها ولكن هي بالنسبه لي انا مش حاجه مفضله خالص. نيجي بقى على الجمال والشياكه. شايفين يا جماعه تحسوا كده ان احنا عاملين ماتشنج مع بعض. باتر فلاي يعني في حاجات كده اسمها بيدل على مين الناس المناسبة ان هي تستعملها. طبعا اعدادي ثانوي جامعة هم اكتر حاجة مناسبة ليهم هو الماست ده، لان هو سويتي جدا جدا، شبابي جدا جدا، في الروح الحلوة والحياة. تحسوا كده ان انتوا وانتوا صغيرين بيبقى في حياة كده ملونة جواكوا، فده ريحة الحياة الملونة، ريحة الحياة اللي فيها صفاء ذهن. هو المس ده بيمثل كده لان هو سويتي قوي، بونبونايه في نفسها، يعني ده ريحه البونبوني المسكر، فهي حاجات سويتي. لو انت برضو ما بتحبيش الحاجات السويتي يعني حاولي تبعدي عنه شويه. بجد يا جماعه ريحتها يعني انا لما رشيتها دلوقتي ريحتها بونبوني فعلا، انا مش بشمها غير كده. انت طبعا لو ما بتحبيش الحاجات السويتي ابعدي عنها خالص. جينجام لاف، والناس اللي ما بتحبش جينجام الزرقاء اوعي ابدا ابدا تعتقدي ان جينجام لاف نفس الريحه بتاعه جينجام الزرقاء، الاتنين بعاد كل البعد عن بعض. جينجام لاف ريحتها سويتي فلورال ولكن رايحه اكتر ناحيه الريحه السويتي، فهي برضو لو انت ما بتحبيش الحاجات السويتي ابعدي عنها لان هي ريحتها سويتي قوي، ملهاش اي علاقه يا جماعه بجنجام الزرقاء. عايزه اقول لكم انه كمان عملوا من اللاين يعني بتاع جينجام 3 انواع، بس لسه هم في امريكا لسه ما نزلوش حتى الوطن العربي خالص. هي مش من مفضلاتي قوي، انا بحبها بس مش لو انا رايحه مثلا حاجه مميزه ممكن احطها، لا انا ممكن احط حاجه تكون ريحتها مميزه اكتر من دي. هي ريحتها للحاجات كده اليوميه وانا قاعده في البيت وانا رايحه الشغل، حاجه يوميه لكن مش حاجه فخمه ومميزه. هاني وايلد فلاور هي مش من الحاجات الجديده قوي يعني، ولكن ما اتكلمتش عنها قبل كده في فيديو كده مفصل لباث اند بادي وركس. المهم هاني وايلد فلاور اسمها بيمثلها جدا جدا، هي فعلا ورد معسل لان هي فعلا ريحه العسل واضحه فيها جدا. يعني الناس اللي متعوده تاكل عسل باستمرار، عسل نحل، هتلاقي وهتشم ريحه العسل بسرعه جدا جدا. ريحتها عسل قوي، ريحتها بتجيب ذكريات تحفه يا جماعه. انا كل ما اشمها افتكر ذكريات جميله لدرجه ان انا خليتها دي البرفيوم اللي بحطها قبل ما انام. يعني مثلا لو هاخد الشاور وانام او قبل ما انام عموما. حاجه برضو كده اتعلمتها ان انت ممكن لو انت ما بتعرفيش تنامي بسهوله حاولي تحطي برفيوم معين قبل ما تنامي، بحيث ان انت دايما تبقي عامله زي مثلا ارتباط شرط كده ما بين ريحه البرفيوم ده والنوم. فانا بصراحه بقيت بحطها قبل ما انام علشان هي بتهديني وبتريح اعصابي جدا جدا، من احلى الروائح البريئه، يعني ريحتها براءه بجد بالنسبه لي، بتهدي اعصابي جدا جدا وبتخليني انام كده في سلام. وبصحى الصبح اول ما برفع الغطا من عليا اول حاجه بشمها بتكون هي برضو، فعلشان كده انا برضو حاسه ان هي وهتكون مناسبه قوي قوي للسن الصغير، السن بتاع البراءه ده. البادي ماست اللي جاي ده بقى اكتر بادي ماست حبيته في باث اند بادي وركس. انا كان نفسي اشتري منه 10 لان هو للاسف ما بقاش ينزل اصلا خالص، ورحت سالت عليه وقالوا ان هو احتمال ما يرجعش تاني، وهو سيكريت وندرلاند. جماعه ده ريحه الشياكه الاناقه، ريحته برفيوم، هو مش ريحته حاجه عاديه، ريحته برفيوم. ريحته بتجيب لي ذكريات نينا ريتشي اللي هي التفاحه، اللي هو البرفيوم بتاع زمان ده. بجد يا جماعه هي ممكن تكون مش نفس الريحه بس انا بحس ان هي بتفكرني بيها جدا جدا. ونينا ريتشي كانت برفيوم مميزه جدا وقتها،
وبرفيوم بتدل ان البنت دي شيك قوي واثقه في نفسها. فللاسف هو اصلا قرب يخلص مني وانا مش عايزه اخلصه، لانه انا نفسي فعلا ان انا الاقيه تاني. يا ريت باث اند بودي وركس يرجعوا ينزلوه، لان هو لو نزل انا هجيب منه 5 علشان اخليهم عندي. بجد من افخم واحلى البادي ماست اللي نزلت من باث اند بودي ورك. هو ريحته فيها فراوله مع ياسمين، هو ميكس حلو وشيك جدا جدا وراقي جدا جدا. الحاجات اللي جايه دي بقى حاجات قديمه، ولكن انا جبتها في اخر اوردر، فعشان كده حابه اكلمكم عنها. وبالمناسبه اللي بيأذن بره ده الفجر. جماعه انا سهرانه علشان اعمل لكم الفيديو ده، فممكن نعمل لايك للفيديو علشان يعني انا بجد يعني هموت وانام دلوقتي. خلوني ابدا معاكم باول واحده وهي روز. طبعا انتوا كلكم عارفين ريحة روز او اغلبنا عارفين ريحة روز. بالنسبة لي انا روز بتمثل ريحة البنت، يعني عارفين كده الديفولت بتاع البني ادم، دي بنت دي ولد. لو دي بنت يبقى المفروض ان الريحه بتاعتها تكون كده، ريحه الانوثه وبس. ده مش معناه ان هي ريحه فخمه ولا ان هي ريحه جذابه، علشان بس محدش يفهم حاجه زي كده، ولكن هي ريحه انثويه لان هي ريحه اساسيه قوي. ميه ورد، عارفين ريحه ميه الورد؟ هي دي ريحه ميه الورد. مش مميزه خالص خالص اطلاقا، ولكن هي حاجه بناتي قوي قوي. يعني انت لو عندك بنت اصلا ونازله الحضانه عادي انت ممكن تحط لها منها، لان هي فعلا ما فيهاش اي افتكاسات خالص، وكمان ثباتها ضعيف جدا جدا. اللي جاي ده بقى مش عارفه اودي وشي منكم فين بعد ما قعدت كتير جدا اقول لكم ان انا ما بحبوش. بس في حاجه، ان انا يوم ما قلت ما بحبوش والفيديو موجود على يوتيوب، يوم ما قلت ان انا مش بحبه شرحت مين اللي ممكن يحب البرفيوم ده. لان انا مش من المدرسه بتاعت انه في حاجه اسمها ريحه وحشه، في حاجه اسمها ان البرفيوم ده مش ذوقي لكن هو مناسب لناس تانيين، فاحنا ما ينفعش نقول ان الحاجه دي وحشه. فاهمين؟ يور ذا وان من افخم واشيك البرفانات اللي نزلت في باث اند بودي وركس. وقت ما نزل اللي هو كان من سنتين، الفيديو ده موجود عندي على القناه من سنتين، وقت ما نزل انا ما كنتش بحبه خالص. بس في حاجة غريبة، هو حاجة من الاتنين، يا اما انا وقتها كنت لسه بشم كويس لان وقتها ما كانش لسه جاتلي الكورونا، يا اما هم حاليا فعلا خففوه، يا اما انا دلوقتي ما بقتش اشم كويس. فهم يا اما هم خففوه يا اما انا ما بقتش اشم كويس. لان هو زمان فعلا كان ريحة البخور باينة فيه جدا جدا. والناس اللي بتقول ان هو فيهوش بخور، يا جماعة البرفيوم اساسا متصنف ان هو فيه بخور وفيه جلود، فهي فعلا زمان كانت واضحة جدا جدا الفيرجن القديم. وكمان حتى الغطا ده كان لونه احمر، الاتومايزر دي كان لونها احمر، دلوقتي بقى لونها جولد. هو بصراحة هو دلوقتي طبعا مازال فيه بخور وانا شماه طبعا الحمد لله، ولكن مش قوي زي زمان. زمان فعلا كان ريحة البخور اقوى كتير جدا جدا من ريحة الحاجات الفلورال والسويتي. هو حاليا تحسوا كده ان هو فلورال مع ريحة بخور، فمدي فخامة وتقل وكأنها برفيوم، لدرجة ان انا فعلا بقيت عايزة اشتري منه واحدة واتنين كمان، لان انا فعلا حبيته وحاسة ان هو برفيوم وحاسة ان هو يليق قوي قوي على جو الشغل. لو انا مثلا واحده كده ملتزمه بشغلي كده ورايحه مثلا شغل مهم احطها. جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، البادي ماست لو رشيته منه رشه او اتنين بالكتير قوي قوي محدش هيشمك غير انت اللي هتشمي نفسك. لكن بقى جو ان انا افضل ارش واغرق نفسي ده بيخلي الناس كلها تشمنا. فانا محدش بيشمني غير لو حد مثلا هياخدني في حضنه او حاجه بس، لكن ما بقاش ماشيه كده ماشيه فواحه. لكن انا برضو مش من الناس خالص اللي ممكن انزل من غير اي حاجه، لان انا بحس ان ريحتي بتمثل مودي وبتمثل مزاجي، وانا لو مزاجي مش كويس انا مش هعرف اشتغل. فانا بكون فاهمه كويس قوي انا بعمل ايه، لان انا عارفه ان احنا ما ينفعش الناس كلها تشمنا كده واحنا ماشيين في الشارع. فهي بامب او اتنين، يعني ده كفايه منه بامب واحده بس. اي حاجه تانية خفيفه كده ممكن تبقى بامب او اتنين بالكتير قوي، ممكن تحطيها كمان على جسمك بحيث تكوني انتي اللي شامه نفسك، لكن الناس كلها مش هتكون شماكي ولا حاجه. بس ده كده بالنسبه ليور ذا وان، من احلى الحاجات بالنسبه لي في الفتره دي. اما بقى بالنسبه لداركس، وطبعا الناس كلها دلوقتي هتقول لي جهاد هو انت ذوقك اتغير ولا ايه، من الحاجات اللي انا ما بحبهاش، يعني ذوقي ما اتغيرش فيها وما حبيتهاش، ولكن زي ما قلت لكم في فيديو قديم قبل كده ان انا بحس ان داركس من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندنا. ليه ما تعرفيش؟ يعني في حاجات كده تحس ان هو ايه، لا الحاجه دي لازم تكون موجوده عندي وخلاص. يعني الناس كلها بتحبها جت عليا، والناس كلها عندها داركس هي جت عليا انا يعني. وساعات بصراحه بشتاق لها، يعني انا ما بكرههاش على فكره، يعني مش بكرهها، ولكن مش مميزه بالنسبه لي. انا حاسه ان هي حاجه عاديه جدا جدا، حتى مش ريحه الناس كلها بتحطها برضو. يعني هي مش حاجه عاديه بالشكل ده، هي مش حاجه الناس كلها بتحطها، ولكن هي حاجه عاديه.
مش حاجه مميزه وبالنسبه لي حاجه واو. فداركس طبعا كل الناس عارفاها وعارفه ريحتها. اما بقى بالنسبه لثاوزند ويشز، بصراحة من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها في حياتي برضو عندي البادي لوشن بتاعها، بحبها جدا. هي طبعا قديمة، يعني مش حاجة من الحاجات الجديدة خالص، ولكن هي حاجة تحسوا كده ان هي يعني ايه، حاجة أساسية. بحس كده ان ريحتها فيها شياكة وفيها عمق تاريخي كده معين، لان هي برضو من اكتر الحاجات القديمه في باث اند بادي وركس، فده بيمثل لنا برضو جزء تاريخي كده في الموضوع. لان هي برضو من اوائل الحاجات، عايزه اقول لكم ان داركس وثاوزند ويشز من اوائل الحاجات اللي انا اشتريتها، يعني دول اول حاجتين اشتريتهم من باث اند بادي وركس زمان. فبالنسبه لي هما بيمثلوا ذكرياتي الجميله اساسا. بس انا وقتها حبيت ثاوزند ويشز اكتر بكتير من داركس، وما زلت لحد دلوقتي بصراحه بحب دي اكتر بكتير. بس كده دي كانت اخر الحاجات اللي انا جبتها من باث اند بادي وركس في الفتره الاخيره. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، وتكونوا عرفتوا ايه الحاجات الجديده اللي نازله باث اند بادي وركس، وعرفتوا هل هي هتكون مناسبه لذوقكم ولا لا. فاسيبوا لي كومنت وقولوا لي ايه اكتر الحاجات اللي انتوا بتحبوها في باث اند بادي وركس. ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.